تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف أحرزه محمد مجدي أفشة ليضرب موعدا بمواجهة نارية مع ريال مدريد الأسباني في نصف نهائي البطولة. وسيلتقي الأهلي مع ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء القادم 8 فبراير في 9 مساء بتوقيت القاهرة 10 بتوقيت السعودية وقطر، وستذاع المباراة عبر القناة الرياضية المغربية وقناة SSC السعودية. وتعد هذه المواجهة الرسمية الأولى بين الأهلي وريال مدريد، حيث التقيا الفريقان من قبل في مباراة ودية في 2001 عقب حصول كل منهما على لقب نادي القرن الأفريقي ونادي القرن الأوروبي، وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل. وسيتقابل الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد مع الفائز من مباراة الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية المقام في المغرب. ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه، وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة، وحقق الفريق المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية 3 مرات من قبل. وسيسعى النادي الأهلي للفوز في هذه المباراة المرتقبة من أجل تحقيق المزيد من الأرقام القياسية في حالة الوصول لنهائي بطولة كأس العالم للأندية.